ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. ثانويه عامه، نورتونا ان شاء الله، هتنورونا. رسائل كتير قوي بالنسبه للناس اللي داخله كليه الحقوق، وبالنسبه للناس اللي قدمت في المرحله الاولى، وتباعا ان شاء الله هيكون المرحله الثانيه او الثالثه. طيب، في ناس كتير قوي بعتولي قالوا لي كليه الحقوق ملهاش مستقبل، ده صح ولا غلط؟ لا، كليه الحقوق تعتبر من افضل الكليات اللي ليها احتمالات اكبر كشغل وكوظيفه وحاجات كتير. وانا اتكلمت على الموضوع ده في فيديوهات كتير، ولكن حابه اقول المرحله الاولانيه طبعا اللي كاتب حقوق هو داخل برغبته. نركز في المرحله الثانيه والثالثه. الى حد ما بيبقوا ممكن مضطرين لكليه الحقوق نسبه للمجموع القليل. طيب، قبل ما ادخل كليه الحقوق لازم اركز في حاجه مهمه جدا. كليه الحقوق محتاجه فهم، ولكن محتاجه حفظ. لو انت مش بتعرف تحفظ بجد هتتعب جدا في الكليه، وفي اي كليه من كليات الادبي، ولكن اخص بالذكر كليه الحقوق لان فعلا الكتب محتاجه مجهود في المذاكره. طيب، انا واحد معتمد على الفهم بس، او انا كنت علمي معتمد على الفهم بس والتفكير. لكن انت هتعرف تذاكر كويس وهتعرف تحفظ كويس؟ هعرف. يبقى تمام، كمل واكتب حقوق. طيب، انا مش هعرف ومستحيل وما عنديش ملكة الحفظ اصلا، يبقى ابعد عن كلية الحقوق. خليك دايما في الكليات اللي انت هتحتاج فيها مجهود مذاكرة بسيط، ولكن ممكن تعتمد فيها على الفهم كتير. ليه انا بقول كده؟ عشان اوفر عليك مجهود. هي الفكرة مش ان انت تدخل حقوق وتحقق نجاح عادي. لا، انت عايز واحد تبني مستقبلك. فافضل حاجة ان انت لما تكتب كلية تبقى مناسبة لقدراتك. مش معنى كده ان الكليات التانية وحشة، ولا كلية الحقوق احسن كلية. هي فكرة ان انت تحقق اقصى نجاح باقصى تقدير في حدود امكانياتك وقدراتك، عشان ما ترهقش نفسك على الفاضي. فنصيحة بجد، اللي هيدخل كلية الحقوق ياخد باله من الموضوع ده. طيب، بالنسبة لجزئية ادخل حقوق عربي او انجليزي، انا اتكلمت عليها في فيديو قبل كده. ادخل عربي ولا ادخل حقوق انجليزي، وايه فوائد عربي وايه فوائد حقوق انجليزي وامتى. ولكن هنزل فيديو تفصيلي تاني اكثر دقة، بحيث الناس تبقى متابعة معايا بالنسبة للي داخلين دفعات جديدة. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. في انتظاركم في اي سؤال عندكم. كل الاكونتات بتاعتي موجودة على بيج اليوتيوب. اشوفكم على خير.